نزار، ونزار سجل الجول. حاب احكي في ملحوظه ثانيه قبل ما انساها، اللي هي الركلات الركنيه والاهداف. احنا 3 دخل فينا بالبطوله. نعم. انه في كاس العالم 2022 في قطر، واتاكد من المعلومه اذا كانت صحيحه او لا، انه تم تسجيل فقط في كاس العالم السابقه 10 اهداف من ركلات ركنيه. 10 اهداف، بينما في كاس العالم الحاليه بالاردن 3 اهداف من ركلات ركنيه. وتصريح كابتننا وحبيبنا جمال السلامي انه يعني فازوا بركلات ركنيه. طب ما هي ركلات الركنيه جزء كبير من التكتيك صحيح. لكل الفرق الدول الاوروبيه والاسكندنافيه بالتحديد، الاجسام الطويله والعاليه زي النرويج وغيرهم، بيتمنوا على الله تيجي الكورنر او يجي ضربه مباشره او حره يمين او شمال. شوف شو عمل ارسنال. حديثك ابو ارسنال عمل اليوم الارسنال عندهم مدرب خاص للكرات الثابته. صحيح. معظم اهدافهم من الكرات الثابته وبيأدوها بشكل كويس. بدي ارجع لموسى. موسى من اليوم احنا كمدربين وكمشاهدين لازم نشكر موسى. اكيد مش على ادائه ولكن على حسه الوطني. اليوم انا بطلع على موسى بانه هو بيلعب في نادي كبير في اوروبا، خسر من رصيده كتير. اليوم لما مدربه ومشجعينه في نادي رين بيطلعوا عليه، موسى بلش يخسر من رصيده. ليش؟ لانه موسى ما رفض انه يلعب راس حربه. اليوم لاعب غيره ممكن يقول لك انا ما عفوا مدربي انت على عيني وراسي، انا ما بقدر العب راس حربه، انا جناح يمين بدي اضلني جناح يمين. اليوم هذا سببه انه موسى تعرض للنقد هذا، وتعرض لانه اولا موسى اخطر من الخلف للامام وبيقدر يقطع مسافات كبيره بالكره وبيتحكم بالكره بشكل ممتاز من مسافات طويله، وهذا اللي لازم كنا نستغله. بس بدنا نستغله بده يكون عندنا بديل في الامام. هذا اللي كنا نحكي فيه، بانه اليوم احنا كان لازم احنا بنحكي عن حالنا، احنا كلنا مدربين المنتخب الوطني لازم يكون عندنا راس حربه او 2 راس حربه. احنا اليوم معنا 23 لاعب، لو حطينا في كل مركز 2 مع 3 حراس بضل عندنا 4 مراكز فاضي. كان لازم اخذنا 2 مهاجمين، وتقدر تاخذ 2 جواكر لكل المراكز، وبالتالي انت في امان. ما تستغلهم. انا اليوم انا معك بطريقتك وبكل شيء، لا تستغل المهاجمين. كان في اوقات محدده ممكن تستغل المهاجمين هذول. انا تصديق لكلام ابو زيد. شوف بلجيكا في مباراته الاولى مع مصر لعب، وصححوني اذا في اي معلومه غلط، لعب بدون راس حربه صريح. مزبوط. نعم. لما احتاج نزل مين؟ لوكاكا الجراف الدبابه الكبيره، وفاده من اول لمسه بقوته وبجسمه، ساهم انه خلى الهدف الذاتي يصير في لصالحه. اللي بيحكيه ابو زيد انا باكد عليه انه صح 100%. تمام. عندك 26 لاعب، جيب لك راس حربي صريح. واحنا نصاب الله يشفيه يا رب ان شاء الله صبرا وقبليه يزن. بصراحه احنا عندنا راس حربي صريح مميز وممتاز، ومن عمره 16 سنه و17 سنه هو مميز وهو ممتاز، وبيلعب بدوري محترف انا برايي احسن من دورينا اللي هو بهاء فيصل. هداف براسه، هداف بالشوت، هداف برجليه. بيقدر زي ما تفضل ابو زيد، ما اعتمد عليه زي ما بقول بخطته كامله، لكن لما هو خيار موجود، لما بكون خسران انا 2-1 وبحتاجه باخر ربع ساعه 20 دقيقه نص ساعه، بقدر هذا قلب الهجوم انزله، وهداف بيقدر يسجل. طيب بنتقل بالحديث استاذ نهاد. بجوز احنا رحنا للشوط الثاني، رحنا للخساره. ما الذي حدث بالشوط الاول، وكيف قراءه بيتكوفيتش للمباراه، وكيف تعامل السلامي؟ دخلنا متقدمين بهدف نزار، هدف جميل جدا، نسجل جول في كل مباراة في كأس العالم، أعتقد هذا أمر مهم جدا. خلص الشوط أنا كنت بعتقد أن المباراة راحت لمنتخبنا. والله شوف المواضيع كثرت بصراحة. رتب أفكارك وبراحتك. بدي أختصر. لا احنا جايين عشان بدنا نسمع منك. أنا قلت لك أنا إيقاعي بطيء احنا معك بس تختصر طويل. شوف يا سيدي، أولا التعمري زي ما قال الكابتن انظلم في هذا المركز. ميزة التعمري اللي أحسن من بقية من اللي حواليه انه يستلم الكرة في مسافات طويلة ويعمل مع جري بالكرة، بيسموها جري بالكرة، بديش قلبها محاضرة فخسر كثير بهذا المركز اللي لعب فيه. هذا بالنسبة للتعمري. 2 بالنسبة لأبو رونق، قال ما قدموا شيء على المستوى الرقمي،
الرقمي الاستحواذ 27 ل 22 وكسور. بنروح على موضوع التوتال تبع جري اللاعبين 116 للجزائر وإلا 117. إذا جمعناهم مع بعض تعرف شو يعني هذا؟ يعني إن احنا 27% عم نركض ورا الكرة وهي مش معنا. هذا اللي حكيناه انه انت مش موجه مناطق مناطق الضغط من البدايه. بالضبط، انت عم تركض خلف الكرة فقط كل الوقت. اكثر منهم ركضنا بس بدون كرة. لانه 73 22 73 مش 77 22 هذا كثير رقم فظيع يعني بصراحة. النقطة الثالثة الكرات الثابتة. هلا أنا بعتقد إنه الكابتن السلامي أو الجهاز الفني أكيد دربوا على موضوع الركنيات وعلى موضوع الكرات الثابتة. بيتحملها أكثر اللاعبين ضد الركلات الركنية لازم يكونوا أجريسيف، لازم يكونوا شرسين وفي شراسة عالية في مهاجمة الكرة حتى ما يسقط فينا كرات زي هيك ويدخل فينا أهداف. هذه بالنسبة للكرات الثابتة. بنجي على موضوع بيسموه الاتجاهات التكتيكية الحديثة في كرة القدم، تريند. هلا بالتريند تبعنا حتى نعرف اللاعبين على المستوى الفردي أدوا ما يستطيعوا وزيادة بصراحة. يعني على المستوى الفردي اللاعبين ما عليهم ماشي. شفت فيديو من الفيديوهات انكسار اللاعبين المنتخب النشامة بعد المباراة، إن كان مرضي، إن كان نصيب، إن كان يزن العرب، بصراحة البكائهم كذا شيء مؤثر. يعني منكسرين، هم عملوا فوق طاقتهم ولكن خسرنا. ليه خسرنا؟ إذا بدينا بالجانب الهجومي، هل فريقنا عم يبني من الخلف للأمام؟ لا، مش عم يبني. هل فريقنا عنده هجوم من الأطراف في عرض الملعب؟ برضه لا. هل نحن جوا بوسط الملعب عم نقدر نستلم 2 محاور اللي عندنا ونبني هجمة ونطور الهجمة؟ لا. هل نحن نهايات هجومية في الجول عندنا؟ لا. نجعل الموضوع الدفاعي. هل عندنا، تكلم الكابتن بتكلم عن موضوع الضغط، هل نحن بنضغط عالي؟ لا، فعليا لا. هل نحن بنضغط في وسط الملعب؟ كمان لا، برضه مش شيء واضح. طب كيف وصلنا كأس العالم كابتن نهاد؟ يا سيدي بلاها السؤال هذا بالله عليك، ومش إلي يعني، للجميع. للجميع. تفضل. انا بقول لك وصلنا كاس العالم حتى انجاب النهاد انقذني. وصلنا فريقنا لعب ووصل كاس العالم، خدمتنا بعض النتائج، لاعبينا مميزين، المستوى اقل من كاس العالم، المستوى اسيا اقل. انا لما لعبنا مع مستوى منطقتنا، ما لعبنا مع النمسا والجزائر وخدمنا نتائج نتائج الفرق الثانيه، ولاعبتنا في نفس الوقت كانوا بمستوى فني اعلى من هيك. بالاضافه لا ننسى انه احنا اسيا تختلف تماما عن كاس العالم. حتى اذا الكابتن جمال وكابتن نهاد واحترام الاخوان جميعا بيعرفوا انه مثلا منتخب اليابان بيجي لاسيا ونهائيات اسيا ما بهدفه انه يفوز في البطوله، لكن اذا ما فاز في البطوله هو بيعد شباب صغار لا بعد 2 أو 3 لكأس العالم القادمة. معظم نهائيات آسيا اليابانيين بيفوتوا بفريق مطعم عدد كبير من الشباب الصغار. حتى في منتخبات اليابانية في البطولات الأولمبية، أنا بستشهد في الكابتن جمال لأنه كنا مع بعض فترات طويلة بهذه الأمور. بيجوا اليابانيين بالمنتخب الأولمبي بعمر أقل ب2 و3. صحيح. مظبوط يا كابتن؟ صحيح 100%. لأنه مش هدفهم يفوزوا في البطولة، ولا هدفهم يروحوا أولمبياد لوس أنجلوس ولا أولمبياد باريس. هدفهم إعداد جيل كبير لكأس العالم. اليابان عارف استراتيجيتهم اللي وضعوها قبل بال2015 أو 14، عملوا استراتيجية. إمتى بدهم هدفهم رايحين إنهم يأخذوا كأس العالم؟ أي سنة؟ بجوز بلشوا من السبعينات. بال2000 مطلوب منهم ومن فريقهم ومنتخبهم بال2050، شوف من السبعينات انهم يروحوا ياخذوا كاس العالم. عاملين استراتيجيه للفوتبول من على مستوى عالي جدا، من جمهور، من حكام، من لاعبين، من ناشئين، من من ابطال الملاعب، من حميدو بلشوا استراتيجيه. بعد ما عفوا يعني شوف، ما لازم نهضم حق المنتخب تمام بالوصول، تمام. حق المنتخب بانه ادى في اسيا بشكل كبير، حتى لو 100%. انا اللي بحكيه ابو عون، لما بتطلع على اليابان وعلى كوريا وعلى استراليا في كاس العالم ولا كانهم كانوا في اسيا. صح. لكن هدف ثاني، هدول وصلوا كاس العالم اكثر من مره. احنا كان تحت ضغط كبير،
تحت نفسيات كتير، ولكن اللي ساعد المنتخب بانه كان مغلف بحمايه كامله، ان كان جهاز تدريبي وان كان لاعبين، ولحد اليوم هو مغلف بحمايه على اعلى مستوى. واحنا شفنا مين حضر المباراه طبعا امبارح، جلاله الملك. صحيح. هذا لازم يعطيك دافع، وتضرب حالك بواحد ونص وباثنين. لما كنا نلعب احنا ويجي جلاله الملك يحضر المباراه بال99 وبال97، هذا إشي كبير، بعطي دافع قوي. فاذا المنتخب مغلف، ولكن لازم يكسر حده وصوله لكأس العالم. هدول وصلوا لكأس العالم أكثر من مرة، صاروا يخططوا للانتقال من الدور الأول للثاني وللثالث، فهم بيخططوا بالشكل هذا. هلا هذا كمان له مقومات، يعني احنا يعني إذا بدنا نضلنا نعتمد على اللاعبين المحترفين إنهم هدول المنتخب الوطني، يعني راح نتعرض يمكن نتعرض لنكسات. مش شرط إنه احنا وصلنا ثاني آسيا وكان لازم احنا بطل آسيا، إنه في المرة القادمة راح نكون بطل آسيا إذا ما بنينا صح. راح نعتمد على اللاعبين المحترفين وراح نوجههم لاحتراف افضل وفي انديه افضل، زائد انه نهتم كمان في المحليين، بانهم هدول كمان المحليين وما بعد المحليين اللي هم الاولمبي وما قبله، حتى تستمر الكره الاردنيه بشكل صحيح. لانه اليوم انت عدم وصولك المره الجايه لكاس العالم مش مقبول، لا جماهيريا ولا على مستوى اللاعبين ولا على مستوى الاتحاد. فاذا انت اليوم مهمتك اصعب، واصعب في مباراه الارجنتين. اليوم ما تفكر انه مباراه الارجنتين، انا بشوف اليوم بوستات للاعبين بانه اعذرونا وانتم ما خلصتوا. اليوم لازم يتدخلوا الاداريين والمدربين، لازم يتدخلوا. انتم اليوم ما خلصتوا اهم مباراه، اترك المباراتين التنتين، اهم مباراه في المجموعه هي مباراه الارجنتين، لانه لا سمح الله ممكن تكون نتيجتها تأثر على الكرة الأردنية لسنوات وسنوات. احنا اليوم بنتذكر البرازيل انها اكلت 7-1 اللي هي البرازيل، نتذكر السعودية، نتذكر الامارات. فاذا انت اليوم مهم جدا مباراة الارجنتين، لازم يتدخلوا اللاعبين، لازم ترتفع معنوياتهم ويؤدوا مباراة ودية على مستوى عالمي بشكل ممتاز، اللي يبينوا. لانه احنا كنا نطالب قبل كأس العالم، وصولنا لكأس العالم بانه نأدي بشكل مشرف، بشكل يعكس تطور الكرة الأردنية. ثم قلت لك انه احنا وصلنا للمباريات، لقينا انه احنا ممكن نتفوق على النمسا، ممكن نتفوق بسهولة على الجزائر، ما استغلينا الظرف هذا. ولكن مباراة الأرجنتين مهمة جدا ويجب الحذر منها، ويجب انه اللاعبين يتركوا موضوع انه احنا اسفين واحنا مش اسفين. اليوم انت عندك مباراة قوية، ركز، خلي تركيزك قوي عليها. اللي بحكيه ابو زيد فعلا، يعني انا كنت بفكر فيه، وانه مباراة الارجنتين اولا تذاكر للجمهور الارجنتيني كلها مباعة. الملعب يتسع ل 100,000 وشيء. الحدث العالمي من قبل، من اول ما طلعت القرعة مع الارجنتين، قنوات اللي ناقله للمباراة معظم العالم ماخذ هذه المباراة، معظم العالم بده يتفرج. الناس بدها تتفرج على الارجنتين، بدها تتفرج على ميسي لوحده، حتى صحيح. نجوم العالم الكبار قاعدين بيستنوا مباراة الأردن والأرجنتين. اللي بتفضل فيه الكابتن جمال صح، احنا ما خلصنا، احنا مزبوط خلاص، هسه بلشنا، احنا مزبوط خلاص، انتهى الأمل انه نكون في دور ال 32، لكن لازم يكون عندنا حافز جديد وكأس عالم جديد. مباراة الأرجنتين صحيح لازم تكون جاهزين إلها، لأنه احتمالاتها إذا احنا عملنا نتيجة كويسة ومرضية راح تعيد شبابنا وكأنه ما خسرنا لا مع الجزائر ولا خسرنا مع إسبانيا. طيب مع النمسا يعني إسبانيا. أبو زيد دائما بيفتح لنا المواضيع ومسبق عليهم، لاحظ كابتن نهاد كثير يعني دائما بيخطف المشهد، هو بيقرا من الورقة، بيقرا من الورقة هو الورقة والله ما كاتب فيها أرجنتين. دائما بيسبقني على الكابتن ابو زيد. الارجنتين مخصص لها الجزء الثاني من الحلقه، لان بدي حديث موسع وبدنا لغه ارقام. طيب خلينا نروح بس. طيب يعني صار لكم ساعه تقول لي جاهز، بس قلت لي نطلب. طيب استنوا هسه 5 دقائق عاد. كابتن انا بدي انهي ملف مباراه الجزائر بخيره بشره. حديثنا الكباتن تحدثوا عن مساله التمركز بالركلات الركنيه، والكابتن جمال تحدث. يا صديقي بس كلمه قبل ما تنهي. وانا كمان جمال بس تخلص، انا كمان كلمه ماشي قبل ما اروح. لك اجله 10 دقائق مش استنى معاه جاي صاير باله طويل صاير. شوف يا صديقي، كرة القدم مبنية على الأخطاء، واليوم أنت لو طلعت على مانشستر سيتي على مدربه
خسر 10 مباريات ورا بعض. فاليوم الاخطاء راح تكون موجوده، ولكن تكرارها هو المشكله. راح تظهر اخطاء تانية في المباراه الثانيه، ولكن انت دائما وظيفتك كمدرب وكجهاز تدريبي انك دائما تخفف الاخطاء هاي. صحيح. وتصحح الاخطاء هاي بحيث انك ما تتعرض لاخطاء كبيره او تتراكم فوق بعض. يعني اليوم احنا بنحكي عن الكرات العرضيه، طب بكره صار امام منطقه الجزاء وناس بيشوت علينا اللي هي جول، صار في خطا ثاني. فاذا انت صلح الاخطاء وخفف الاخطاء الباقيه كمان. تمام. اذا لعبه اخطاء. استاذ نهاد قبل ما نروح للسؤال الاخير لحسين. هلا نحن نسينا موضوع البدلاء قبل ما نغادر. انا بدي انهي فيه، لسه ما انهيت. البدلاء والكرات العرضيه. لا بس بدي كنت اسال عن الركنيات. هل لا بس بدي اعطيك اياها تنهي انت. هل الركنيات، عشان لا حتعلق انت وانا عارف، الركنيات مسؤوليه المدرب لوحده؟ الكابتن حكى جمال مسؤوليه اللاعبين. هل السؤال هل مسؤوليه السلام يجي يدرب اللاعبين؟ ممكن على طريقه التمركز، ولكن معقول لاعب منتخب او محترف بده يعلمه كيف يوقف بركنيه؟ طبعا هذا الموضوع بدي اساله. طبعا حسب طريقه اللعب. بعد اذنك، دائما اللاعبين بدهم تذكير. دائما مهما كان عمره، مهما كانت خبرته، بده تذكير في كل مره. اللاعب مرات بتطلع على الكره وخلص بيفقد لفترات. انت مدرب بدك تشوف وين الاخطاء وتذكره فيها حتى تواصل. حتى مهما كان. يعني في الدوري الانجليزي ما بيجي كرات عرضيه، بيجي في الدوري الالماني، بالدوري الاسباني، كله بيجي فيه، بس بتصلح وبتذكر. هو الموضوع والله انا بتوقع انه كمان مرتبط في حاله ذهنيه بصراحه. هلا انت الجول يمكن اللي اجى فينا هو اجى دقيقه 82 يمكن، فبالتالي في حاله ذهنيه. هاي الحاله الذهنيه ممكن نزلت هي من كثر الضغط اللي صار على منتخبنا الوطني، فبالتالي اللاعب هون بده يروح في تشتيت ذهني. فبالتالي هون زي ما تفضل الكابتن ابو زيد لازم يكون في تذكير مره وثنتين وثلاث على الكرات الثابته. هلا في بعض الاحيان ممكن احنا كاجهزه فنيه بتقول لك انه خلينا نعمل ميكس ما بين الدفاع الزون والمنطقه، في لاعبين بياخذوا مان، في لاعبين بياخذوا منطقه، فبالتالي قد تكون في بعض الاخطاء مثلا انه مش ضابط معنا هاي الفكره. ليش ما نروح احنا مثلا في دفاع منطقه مثلا نغير شوي، نبدل شوي في دفاع زون؟ فبالتالي هنا الحلول هاي المفترض هو المدرب اللي يشتغل عليها خلال الوحدات التدريبيه السابقه لهيك. هلا ابو رونق حكى يعني بمعلومه، يعني هو من اشهر كثيره احنا عندنا مشكله في الكرات الثابته، فبالتالي هنا لازم يكون في حلول. والحلول انت كمدرب بتحاول انك يعني تستخلصها وتشوف انه هل انه انا الاسلوب هذا في دفاع الزون نجح معي او ما نجحش معي، فبالتالي قادر اغيره وقادر لما تكون انت بدك تبحث عن الحلول. هو الشيء المهم بدك تبحث عن الحلول، مش انا بدور عشان ما اعلق الخطا عليها. انه الكابتن جمال السلامي في المؤتمر الصحفي انتقد اللياقه البدنيه للمنتخب، قال المشكله عندنا برضه باللياقه البدنيه، واحنا ثاني منتخب بالعالم تجمع للمونديال بعد المنتخب القطري من 21/5 بدا معسكرنا بما يعني 27 يوم اعداد، ثاني اكثر منتخب بالعالم اخذ وقت اعداد وتحضير. 27 يوم انا بعد فيهم منتخب بدنيا ومباراه اكثر من اخويا برونق اذا سمحت لي. هلا الموضوع البدني بصراحه انا حاسه انه مرتبط، هو زي ما حكى الكابتن نهاد قبل شوي. هلا يعني صعب جدا انت كفريق انت قاعد بتدافع انت 90 دقيقه وظل وضعك البدني توب، فبالتالي هون نسبه الاستحواذ اللي انت قاعد تقرا لي اياها او اللي حكاها الكابتن نهاد، نسبه الاستحواذ لما تكون 22 23%، فبالتالي انت هون مضى يعني المباراه 90 دقيقه كانت تدافع، فبالتالي احنا استنزفنا بدنيا من ايدينا. فبالتالي بنرجع لموضوع مهم وذكروا الكابتن نهاد اللي هو التبديلات. لا مش التبديلات، هو موضوع انه هل انه في عندنا احنا في عندنا اساليب مختلفه. قال لك الكابتن نهاد هل احنا قادرين نبني؟ هل انا قادر اطور حالتي الهجوميه واستحوذ حتى افك الضغط الموجود علي واكون انا بدنيا كويس؟ فبالتالي طول ما انا الكره معي انا قادر وانا واقف على العباس مع الكابتن جمال، الكابتن جمال يلعب مع ابو رونق، فبالتالي احنا المجهود البدني تبعنا لساته يعني مش مستنزفين. مين ابو رونق؟ هو مش عبد الله؟ انا بعرف ابو رونق، انا بعرف من 20 سنه ابو رونق، اول مره بعرف انه عبد الله. انا اليوم عرفت انه عبد الله. ما بقول انت شو انا اول يوم بعرف انك عبد الله. حطه بالتصريح قلت لهم ابو رونق. مين ابو رونق؟ محمد احمد. طيب استاذ نهاد ننهي مباراه الاردن والجزائر عشان لا ضل كمان شغله. تفضل. انت جاي لك البدلاء، انت ما عندك ثقه في البدلاء تبعك، ما عم بتغير في الوقت المناسب. يعني الناس بتبلش تتغير من دقيقة 46 مع بداية الشوط، ومن دقيقة 60 لازم تكون مغير، وبعدين بتخلي واحد أو اثنين للطوارئ، جول جين ضرب، حدا انكسر إلى آخره. يعني فالثقة في الدكة كتير مهمة بالنسبة للمدرب. الشيء الآخر هلا أبو رونق بكيف عليها، ما في مرونة تكتيكية، وكل مالنا نحن مع عموتة صرنا وصيف البطل، مو من وصيف البطل ولليوم هذا المستوى الفني في تراجع مش في تقدم أبدا. اللاعبين على المستوى الفردي بيبذلوا جهودهم قد ما بيقدروا أكثر،
وبالنسبه اللي حكاها الكابتن هون بعدين الكابتن كابتن حسين اخذ معي الكابتن حسين اخذ معي شهادات والله يعني لي الشرف والله يعني. ايوه هيك صارت مطلع. هيك صار الموضوع يعني يا كابتن ولا بس هيك صارت القصه. اللي بيحكي فيه الكابتن نهاد الثقة في البدلاء، يعني حتى للتوضيح أنا إنه مش هاي توقعات الكابتن نهاد أو غيره، لا هاي التصريحات رسمية صدرت عن المدرب نعم أكثر من مرة، نعم سواء هو أو الكابتن السابق عموتة بالتلفزيون الأردني، وطبعا معظم القنوات طلعت تصريحات منهم إنهم ما بتدل على إنه ما في ثقة في البدلاء.